السلام عليكم. غدا مباراة المغرب وفرنسا، وسيحضرها أبو ريحة الباريسي، اللي هو أنا بسميه، اللي هو ماكرون، بسميه أبو ريحة الباريسي، وهذا حرية تعبير ما حدا له عندي. ماكرون يا جماعة الخير هو من أساء للنبي صلى الله عليه وسلم تلك الإساءات التي تعرفونها. فرصة لأن يهتف الجماهير بحب النبي صلى الله عليه وسلم، بالصلاة عليه، بنشيد طلع البدر علينا، بأي طريقة ننصر بها محمد صلى الله عليه وسلم، خاصة مع وجود الإعلام العالمي وتركيزه على هذه المباراة. هذه النصرة يا جماعة، هناك من اقترح أن نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكرون عدو الله. اقتراح، حرية تعبير. فهذه يا جماعة الخير لها كثير فوائد. من فوائدها أولا تحريك حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب المسلمين، تحريكه. مؤازرة المسلمين في فرنسا. تعريف العالم كله حيكون مطلع على المباراة من هو محمد صلى الله عليه وسلم. لعله هذا يصير عندهم تساؤل ويسبب إقبال أكثر على الإسلام، فرصة للدعوة إلى الله عز وجل. فنهتف بهذه الهتافات يا جماعة الخير في تلك المباراة. نقطة مهمة جدا، هذا الهتاف هو بحد ذاته نصر. نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المدرجات غدا مباراة المغرب وفرنسا، هذا بحد ذاته نصر بغض النظر عن نتيجة المباراة. المغرب فازت ولا خسرت، احنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم، احنا انتصرنا فعلا. ما نربط هذه بتلك، اياكم يا جماعة الخير. وان شاء الله الله كريم انه يكون يعني يكون في فرحتين كمان، يعني فرحة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الاساس وهي اهم من كأس العالم، وايضا فوز المغرب على فرنسا ان شاء الله. الله كريم. حياكم الله، السلام عليكم.